عليكم. اليوم راح نصلح كشمة الدجاج، وراح نبدأ أول شي بالدجاج، بصل وثوم، الفلفل الرومي، وأضيف عليها زيت الزيتون. على كشمة الدجاج اللي هي بهارات مشكلة والملح على الريحان، وأبدأ أقلب فيه. يعني ياخذ له تقريبا ربع ساعة. أي إضافات في الأخير الورقيات تكون إذا بردت دائما، أو تبغون بهارات زيادة تكون في نهاية الطبخة. طبعا أهم شيء في الدجاج يكون عندك المقلاة أو القدر في الخارج عشان ما يلتصق. نحركها من كل الجوانب، لازم نار وسط. أحط عليها شوي من كريمة طبخ. الحين انتهى عندي. اللي يفضل كركم يحط لما يجي، والجزر كذلك، الورقيات كلها إذا بردت. هذا أهم شيء. اليوم راح نصلح عش الشعيرية أو عش البلبل. راح نضيف الماجي، وراح نضيف عليها الموية. أهم شيء تخطيطه. وزيت زيتون. بس راح نولع عليها النار وسط، ونغطيها بقصدير تقريبا تاخذ لها 10 دقايق اللي هو مستوي. اضيف عليها، خلاص استوت الحين، اضيف عليها في النص تقريبا على كامل الشعيرية. الفتحات نفسها العش من المنتصف أهم شيء. عندي الآن خلاص حطيت الدجاج فوق الشعيرية. خلاص الحين أحط عليها البشاميل على كل دائرة شعيرية أو قشطة اللي يفضل.